إذا أيها الإخوة والأخوات المشاهدين منكم والمشاهدات، أرسنال يهزم تشيلسي في الدوري الإنجليزي بخماسية. يعني عارف اللي هو إيه، يا عم بوتشيتينيو، يا عم بوتشيتينيو يا جامد، يا عم بوتشيتينيو يا تنين، يلا هتمشي. توت بويلي ما بيصبرش على حد. انتوا اكتر اتنين اتكلمتوا في تصريحات، اصل احنا والبتاع والتيت والشريط واللي راح واللي جه. تشيلسي يا عم معروف عنه انه ما بيستحملش الهبل اللي بيحصل ده، تمام. ارسنال الناحيه التانيه، انت متخيل ان كاي هافرست يعني خلاص بقى انا نازل مقرر ان انا اجيب جونين في تشيلسي، الفرقه اللي انا كنت بلعب فيها اصلا. يعني ايه بقى، ايه ايه ده بقى الماتش اللي هيخلي ارسنال ما يجيبش مهاجم. خليك فاكر، خليك فاكر اللي بقى هم بيفكروا صح بعد الشر عليهم يعني، وقالوا نجيب اوسمان مثلا ولا حاجه من نابولي، نكيش بقى ندفع 150 مليون يورو ونجيبه، ده حاجه ثانيه. لكن ده الماتشات اللي ايه، لا احنا عندنا مهاجم، الله الله، وعندنا بقى ايه جابرييل جيسوس، وعندنا بقى تروساردو ومارتينيلي وسيكا، ومش هنجيب بقى بديل لساكا. وعارف اللي هو ده الماتش اللي كاي بس هيكتشفوا فيه ان هو بيحل كل مشاكل الفرقه، وبيلعب في نص الملعب، بيلعب مهاجم بيضغط. شفت يالا، شفت يالا لما انت بتجيب جون وعملت كده لجماهير تشيلسي ولا للجماهير، شفت اما انت عملت كده ان المهاجم بيجيب اجوان. يعني انت بتلعب مهاجم ليه؟ ليه؟ اسأل نفسك كده، ليه؟ ليه يا ابله فضيله؟ عشان تجيب اجوان. فما تقوليش ان لا يا سيدي ضغط. انا استفدت ايه؟ انا رايي الله يمسيه بالخير مرتضى منصور، انا استفدت ايه؟ قول لي. ها؟ فما تقوليش ان انت لا اصل انا بضغط، اصل انا الماني وسقفوا له الالماني بقى وكده، مش هنخلص بقى وسقفوا له الالماني وبتاع. فدلوقتي الاداء اللي بيقدمه مارتينيلي كمان، يعني انت عارف انت اللي الواحد يبقى مغلوب في البلاي ستيشن مش عارف يعمل حاجه، بدوس على كل الزراير اي حاجه بقى، شوكولاته ما تطلعش منه. هو ده اللي انت بتعمله. يعني ده فيرجن احمد عبد القادر في الاهلي، او فيرجن بتسيتاو اول ما جه الفورمه اللي كان بيلعب بيها، اللي هو بيدوس على كل حاجه ما تعرفش هو بيعمل ايه. ما يعني احنا عمالين ندور يعني ارسنال عايز يجيب بديل لمارتينيلي، انت الظاهر بقى عايز تجيب يعني ايه يعني تروسر ده اللي هيبقى اساسي. مارتينيلي بقى مستواه ده ما ينفعش يبقى بديل، يعني تشوف بقى بديل للبديل اللي هو ما كانش بديل اصلا، هو مارتينيلي. احلى مسا عليك يا عم بين وايت، احلى مسا. الجونين اللي انت جبتهم يا عم بين وايت، انت لاقي الكوره في رجلك حرفيا، يا واحده ارتدت الكوك ايه ده، انا جوه السكسيات مش عارف جول. الكوره الثانيه ايه ده، ده جول، والحارس كان باين عليه، فاكر انها تروح في العارضه باين ولا حاجه، كان بيتفرج. بس حاجه تشيلسي عمل ماتش كويس للامانه يعني، لكن اللي هو البديل بتاع سانشيز اللي جاي من تقريبا من الدوري الامريكي او حاجه، جاي توت بويلي ايه خده من ايده كده، المهم يعني. ف اللي عمله برضه تروسارد في الماتش مبين لك انه لا يعني الجون تقريبا ده الجون اللي جابه تروسارد في اول الماتش هو اللي فتح الماتش، او خلى ارسنال ما بقاش ايه الفريق كله بقى بيدوس على كل الزراير بتاعت الدراع. يعني مش الفريق كله بقى اللي يعمل كده، لا ده مارتينيلي بس هو اللي عمل كان ممكن الفريق كله يتلخبط. فارسنال عنده توتنهام، تحس ان هو ماتش توتنهام ده، انا كمشجع يونايتد حاسس ان توتنهام هو اللي هيعملها مع ارسنال مش يونايتد. احنا يابا ناس غالبا مالناش في السكه، خلينا احنا بعيد عن العك كده خلاص. لكن بحس ان ايه، توتنهام مكتوب لارسنال في البخت، مكتوب له، بغض النظر ان هو يعني في صداره الدوري الانجليزي دلوقتي مؤقتا ارسنال يعني، لحد ما نشوف السيتي هيعمل ايه. وعندنا بقى برايتون بعد زيربي. والله بص، هو ايه السيتي يعني عارف اللي هو ايه، انا هلعب مانشستر يونايتد في نهائي الاف اي كاب، ولسه طالع من ريال مدريد، فاللي هو ايه مش ناقصاك بقى يا عم ديزيربي، هو جوارديولا هتلاقيه بيقول كده في دماغه دلوقتي. فديزيربي بقى يا اما يكسب ويطلع على البايرن يضرب البايرن، يا اما يكسب ويروح يضرب برشلونه مثلا بقى، او يخسر ويخليه قاعد مكانه يعني، او يروح يضرب بقى ايه مانشستر يونايتد ولا حاجه، ولا بيقول لك توخيل ولا يجي يضرب مانشستر يونايتد يعني. المهم يعني ان بوتشيتينو شال خمسه، يعني بوتشيتينو شال خمسه، وخمسه نظيفه، خمسه صايمه، خمسه يعني ممكن تخليه يمشي. ف
ماتش يعني ايه تكون فيه عند ارتيتا ان احنا كويسين. احنا كسبان تشيلسي 5 يعني. تشيلسي اللي صادف 900 مليون الف دينار كويتي مصري يعني، وخسر مننا 5. فيعني دي ممكن تكون مكسب على المدى البعيد في السوق الانتقالات اللي جاي، يبقى تأثيره سلبي على الناس. بس دول الكلمتين اللي انا كنت عايز اقولهم.